السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا مرحب، حياكم الله جميعا. مع أخوكم علي مقبول لتوريد زراعة النخيل. بفضل الله تبارك وتعالى أنا متواجد معكم على مساحة 6 فدادين بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين احنا هنا على المحور 36 يوليو، وهنا طبعا أبو صوير. يعني أبو صوير ما بتبعدش عنا، حاجات بسيطة اهي، المآذن، مآذن الجوامع والعمار يعني. تمام. طب بسم الله ما شاء الله. الارض طبعا ارض عافية بسم الله ما شاء الله. كان معايا 5 فدادين هنا دولة واتباعوا. تمام. طب حرم المحور فين يا جماعة؟ دي الطريقة ده اهو، شفتوا انتوا المحول ده في حرم الطريق. يعني بقيس لك 40 متر من نص الشارع. تمام. ده كله حرم من نص الشارع لما بدخل بك في الارض كده. تمام. ده حرم، بس الارض مش دي اللي فيها البيع، دي انباعت خلاص. تمام. لكن فين اللي فيها البيع؟ اللي فيها البيع ده اهي. يعني ممكن شوف الشارع ده اهو. تمام. بيقيس لك 40 متر، يعني بوصلك حرم لعند هنا كده. كل ده انت زارع فيه مستغله، ولكن القيس والمشترى هيبقى من بعد الحرم اللي هو ال 40 متر. طيب الارض دي ارض عافيه، ويمكن انتوا شفتوا ال5 فدادين اللي صورتهم قبل كده وانباعوا. تمام. والله يبارك لصاحب النصيب. ال5 دول بقى، ال6 دول بينباعوا. تمام. ال6 دول بيتباعوا بسم الله ما شاء الله. والله ارض يا جماعه انتوا شايفين يعني السمسم عامل فيها ازاي. يعني طولي ده اهو، طولي وانا واقف كده اهو. يعني بص طولي بالظبط بسم الله ما شاء الله. تمام. يعني اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الارض طبعا ارض طميه. انا قبل كده مسكتها لما كان فيها ميه، لو انتوا تلاحظوا كده. يعني كان فيها قبل كده كان طميه ميه، وكانت بتعمل في ايدي كده. فطبعا الارض دي ارض طميه. لو لاحظت كده اهو، شوف الطينه كده عامله فيها ازاي، قراقيش اهي. فهي رمله طينيه، مش طينه سمراء، لا دي ارض رمله طينيه. بالنسبة للأشجار يعني في الناحية التانية بسم الله ما شاء الله 60 فدان مانجا. يمكن اهو دماغهم باينين من هنا. تمام. الأرض في زراعة المانجا أو في زراعة النخل، في زراعة الموالح، البرتقال، بسم الله ما شاء الله. أرض عافية جدا جدا. ولو زرعناها كمان نخل عمري، الكيلو السنة اللي فاتت شارينه عمري ب 50 جنيه وبعناه بجملة ب 60 جنيه. النخل العمري اللي هو معروف لعلاج السكر، وبنعمل علاج أنيميا الأطفال، وبسم الله معروف بسم الله ما شاء الله معروف في الهيبرات والماركات. وطبعا بلحة بتنحشي في وسط جلوز. نخلة مصرية، نخلة هي المجدول المصري. تمام. اسمها العمري، وهي تنسب لبني عامر. تمرة جميلة جدا جدا ومعروفة في التصدير. تمام. ولكن في ناس هناك يعني مش مستغلين هذه النخلة يعني. فأنا بشجع كل إخواتي وأهلي بزراعة هذه الشجرة، لأنها يعني بالنسبة للنخل العمري يعتبر مخزون بدون أي مواد حافظة وبدون أي ثلاجات، وتمرة بتجود في الأجواء الرطبة بتاعتنا، مش محتاجة الأراضي الحارة الجافة زي توشكا وشرق العوينات والوادي الجديد والبحيرة البحرية. لا 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 لا، أنت ممكن تزرع هنا في الشرقية، تزرع في إسماعيلية، تزرع في اسكندرية، تزرع في دمياط اللي هو العمري. وأكيد الناس عارفة. تمام. أنا بقصد إيه؟ العمري نخله جميله يعني بسم الله ما شاء الله. الكيلو يعني السنه اللي فاتت كان ب 50 جنيه. يعني الفدان مزرعه على مساحه 6 في 6 بياخد 116 نخله في 100 كيلو بسم الله ما شاء الله. شوف السمسم هنا اعفى مني واكبر مني. والله ما زرعت سمسم بسم الله ما شاء الله. طيب الفدان هنا عامل كام زي ما بعنا ال5 الاولانيين؟ تمام. الفدان هنا عامل 800,000، عامل 800,000. وادعوا لي بقى عشان انا عندي برد، ادعوا لي والله بالشفاء لحسن البرد الصيف يعني تعبني جدا جدا. انا هطلع بقى من المزرعه. الارض عرضها على الاقليم كم متر؟ 200 متر. يعني اللي فاتت ديت كانت 158 متر، لكن ديت 200 متر. تمام. يعني مربعه شويه كده على ناحيه الشارع بسم الله ما شاء الله. طبعا عايز يبني بيوت بيبني جوه هناك زي البيت اللي هناك ده. اللي عايز يبني بيوت بيبني هناك زي البيت اللي هناك ده. تمام. اللي عايز يبني بيوت بيبني جوه شويه كده في الارض اللي بعد الشجره كده مثلا، ويبني حاجه متداريه. الارض بتشرب ميه نيل بسم الله ما شاء الله. الفدان له 3 ساعات في الاسبوع. يعني دول 5 فدادين تقريبا لهم حاجه تقريبا 15 ساعه في الاسبوع، بكفهم وزياده. يعني 5 ساعات يسقوا الارض ديت. تمام.
يعني الخمس ساعات بيكفوا وزياده، ولكن انت ليك معروف 15 ساعه. الفدان ليه؟ طب فين بيشرب؟ من فين؟ من طلعت اسماعيليه. طلعت اسماعيليه مش بعيده من هنا، تمام. لك الموتور حوالي كيلو ونص، والموتور هو اللي بيسقي لك المزرعه، تمام. في بياره هنا عليها حوالي 15 موتور، وكل موتور بيسقي له حوالي 40 فدان، لانها كلها مناطق زراعيه زي ما انت شايف كده، بسم الله ما شاء الله، من الدرجه الاولى، تمام. فيها رز، وفيها غله بتاع ده ذره، وفيها بسم الله ما شاء الله سمسم وفول سوداني، حاجه بسم الله ما شاء الله، يعني اراضي جوده عاليه خالص، تمام. وعشان ما اطولش على حضراتكم، احنا الجو حر بقى، فسامحوني واسالكم الدعاء بقى عشان البرد مذبحني. يلا في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زي ما قلت لحضراتكم، مطلوب 800,000 في الفدان، تمام. ارض بسم الله ما شاء الله، ارض ملك، تمام، بتوكيلات، حياه زراعيه، كارت الفلاح، كله تمام التمام. والله يبارك لصاحب النصيب، وفي رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.